المكشكشة ترند قالب السوشيال ميديا وقالب اليوتيوب. وقال ايه؟ بيقولوا عشان تشتريها يا تجيبيها ب450 يا ب400 جنيه. طب وعلى ايه؟ مش محتاجة يعني الأفورة دي كلها، هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل بيت، وهتجربيها وهتطلع أحلى من اللي بتشتريها من بره كمان. يلا نسمي الله ونخش على الفيديو بتاعنا ونشوف الطريقة ايه. اول حاجة جبت هنا معايا 1.5 كوباية من السكر، وبعد كده هبدأ انزل عليهم ب1 كوباية من المية، وهبدأ اخدهم وارفعهم على النار. اول ما يبدأ يغلي معايا او السكر يدوب هتأكد كويس ان مفيش على الجوانب اي سكر، وبعد كده اول ما يبدأ يغلي هوطي عليه خالص وهنزل بعصرة ليمونة او ملح ليمون زي ما انا عملت. نزلت برشة صغيرة خالص. اول ما غلي ههدي عليه النار وهسيبه من 5 ل7 دقايق مش اكتر من كده، وبعد كده قبل ما اطفي عليه هنزل عليه بباكت فانيليا. تمام كده، وبعد كده بقى هركنه واسيبه يبرد. بعد كده معايا 2 كوباية من اللبن ده ساقع، هبدأ انزل عليهم ب2 معلقة من كاسترد او نشا اللي موجود عندك. انا نزلت ب2 معلقة ونزلت كمان ب1 معلقة من الكريم شانتيه. هبدأ اقلبهم على البارد كويس، وهقول لكم ليه احنا ما حطيناش سكر. هقلبهم على البارد كويس لحد ما كل المكونات تختفي في قلب اللبن، وبعد كده هبدأ برضو ارفعهم على النار. نزلت بمكعب زبدة، وهبدأ اقلب المكونات مع بعضها كده لحد ما كل حاجة تختلط مع بعض. اول ما يبدأ يتقل نزلت عليه بنص معلقة صغيرة من الفانيليا السايل. بعد كده بقى حطيت نص كوباية من الحليب المحلى المكثف، وعشان كده احنا ما حطيناش سكر. وبدأت اقلب كويس، واول ما هتتقل معايا او تبقبق زي ما بيقولوا كده هبدأ ارفعها من على النار وهسيبها تبرد. بعد كده بقى جبت معايا ورقة من الجلاش، وجبت القالب بتاعي وهبدأ ادهنها بالسمنة كويس. انا سيحت سمنة على زبدة، وبدأت ادهن القالب بتاعي زي ما انتوا شايفين، ولازم تدهنيه بالسمنة كويس. بعد كده جبت الجلاش بتاعي قسمته نصين، عينته نص في الفوطة اللي قدامكم دي، وسبت النص اللي هشتغل فيه. وهبدأ بقى افرد الجلاش بتاعي في القالب. عاوزة تقطعيه على قد القالب مفيش مشكلة، انا جبته تنيته من الناحية اليمين شوية، والورقة اللي بعدها تنيتها من الناحية الشمال، وكده يبقى انا عملت القالب كله بنفس المسافة يعني بنفس السوى. وهكذا بقى لحد ما خلصت نص الكمية اللي انا قلتلكوا عليها. وهبدأ ادهن ما بين كل طبقة والتانية من خليط السمنة والزبدة اللي انا عاملاه، وهندهن كويس، وهكمل بقية الكمية بنفس الشكل. بالظبط كده. مش عارفة ليه الأوفر في سعرها بجد، يعني ما فيهاش أي حاجة وطريقتها سهلة، ولا هي محتاجة حاجات يعني خيالية ولا حاجة. كملت بقى كل الكمية بنفس الطريقة، النص ورقة جلاش اللي أنا قلتلكوا عليها، وبعد كده حطيت آخر ورقة بس ما دهنتهاش دي سمنة. وهبدأ بقى أجيب الخلطة بتاعة الكاسترد اللي احنا عملناه أو المهلبية، أي حاجة اللي متوفر عندك اعمليه. هبدأ أسويها كويس كده في قلب القالب بتاعي، وبعد كده هبدأ أجيب النص التاني من الجلاش. سويناها كويس كده تمام. هبدأ أجيب النص التاني وأبدأ أكشكش فيها كأني بعمل مروحة زي اللي كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين دي. عفوا. بالظبط كده، هطبقها واحدة شمال واحدة يمين، وهكذا هكمل كل الكمية بنفس الطريقة. الطريقة واضحة قدامكم، سهلة جدا ما فيهاش أي حاجة أهي. وهكمل بقى نفس الكمية كده ولحد ما هخلص القالب بتاعي كله، وهغطيها من فوق.
بالظبط كده. هبدأ أجيب السمنة بتاعتي بقى وهرش عليها من فوق، هغرقها طبعا علشان تبقى كلها تطلع لون واحد. هبدأ احط السمنة كده زي ما انتوا شايفين، وهوزعها كويس بحيث ان هي تخش ما بين الكشكشة اللي احنا عملناها دي، وهدخلها بقى فرن على درجة حرارة 180 مثلا. هشغل من تحت بس، ولما احس انها اتحمرت من تحت وبدأت تتحرك معايا في القالب، هبدأ اطفي من تحت واشغل عليها الشواية 5 أو 7 دقايق بالكتير، وهتطلع قدامكم القمر ده. بعد كده بقى جبتها وحطيت عليها السيرم اللي احنا عملناه في الاول، الشربات بتاعنا. هسقيها كويس من الشربات، وطبعا على حسب ما انتي بتحبيها، عايزاها مسكرة قوي، عايزاها تبقى نص نص كده يعني خفيفة، هتبدأي تعملي اللي انتي عايزاه. بعد كده بقى هقطعها. وعايزة اقول لكم ملحوظة، لو عايزينها طرية ممكن تغطوها هتطرى معاكم. انا بصراحة بحبها يعني ناشفة شوية، فسبتها من فوق ناشفة طبعا وهي من جوه طرية جدا، علشان الحشو بتاع الكاسترد اللي احنا عملناه. هسمعكم صوتها دلوقتي وهقول لكم فعلا انا قصدي ايه. شايفين؟ هبدأ بقى اقطع وهكملها بنفس الطريقة. وعندك بقى اي مكسرات هتبداي تحطيها عليها. انا ما كانش عندي بصراحة فستق، فحطيت ايه، حطيت سوداني، مفيش اي مشكلة يعني، عشان ما عندناش فستق مش هنعمل المكشكشة اللي بيقولوا عليها. ده ترند قلب الدنيا يا جماعة، بس بصراحة ترند يستاهل، لان بصراحة طعمها طلع حكاية، لازم تجربوه. بس حطيت عليها بقى المكسرات المتاحة عندك، وبعد كده بقى طلعي وكلي بألف هنا. هتدوقي بصراحة أحلى ترند وأحلى اختراع. أول مرة أجرب حاجة يعني ما كنتش عملتها قبل كده. هو مش أول مرة بصراحة إن أنا أعمل الجلاش بالكاسترد يعني، بس هي لذيذة لذيذة وطعمها حلو. والتركاية بتاعة الحليب المحلى المكثف بتديها طعم تاني خالص. ما تنسوش تقولي لي رأيكم في الكومنتات. وعلى فكرة أنا عملته معاكم قبل كده الحليب المحلى المكثف على طريقتي بطريقة سهلة وبسيطة. هسيب لكم اللينك بتاعه في أول تعليق مثبت. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. ودمتم في حفظ الله، وكل سنة وانتم طيبين.